ويلكم يا صديقي. النهارده جايب لك فيلم عظمه على عظمه، فيلم باهوبالي الجزء الاول. عايزك تركز في البدايه علشان تتمتع بالنهايه، بس قبل ما تبدا الفيلم يا ريت تنزل تخبط اللايك الجميل والكومنت المتين واذكر الله وصلى على النبي. وبيبدا الفيلم في وسط الغابه وبنشوف واحده هربانه من مملكه مهاشيماتا وماشيه وهي شايله طفل صغير وكانت مصابه بسهم في ظهرها، وبيكون في شويه جنود بيقربوا منها، فالست بتستخبى قريب من الشلال وبتستنى اللحظه المناسبه علشان تهجم على الجنود وتخلص عليهم. وبعدها بتشوف قريه صغيره على الجبل وبتقرر انها تروح على هناك علشان تلاقي المساعده، ولكن وهي في الطريق تيار الميه بيكون شديد قوي عليها، وبتعرف كده انها مش هتقدر تكمل وهتموت، وبتدعي بقى ان الطفل يعيش ولما يكبر يعتلي عرش الملك اللي يستحقه، وبترفع الطفل وبيكون هي غرقت تحت الميه، وواحد من اهل القريه بيشوفها وهي رافعه الطفل فبينزل الميه وبينقذ الطفل، والست بعدها بتموت وبتروح جثتها مع الطيار. وبعد ما انقذوا الطفل واحده اسمها سينجا بيقرر انها تربيه وتعتبره ابنها علشان هي مش بتخلف، وبيسموه شيفا. ومع مرور السنين شيفا بيكبر وكان مهووس بتسلق الجبل بتاع الشلال، وكان نفسه يعرف ايه اللي موجود اعلى الجبل، وامه قالت له فوق بيكون في اشباح، وهي كانت بتقول له كده علشان خايفه عليه يطلع المسافه دي كلها. بس شيفا كان مصمم ان هو يتسلق الجبل وبيحاول كذا مره، ولكنه كل مره بيفشل، وكان دايما حاسس ان في حاجه بتناديه من فوق الجبل ده. وكان كل لما يكبر شويه كان بينجح يوصل اكتر شويه، وفي مره وصل لارتفاع ما وصلوش قبل كده وكان فاضل تكه ويوصل، لكن بيتزحلق وبيقع على الميه، وبيجي واحد وبيقول لشيفا الحق امك. وامه كانت ساعتها يا صديقي بتحمي الصنم اللي بيعبدوه علشان بيكون اقرب وما بيستحماش، وعشان كده كان بيقول لها لو حميت الصنم ده كذا مره فهيستجيب لامنيتك، علشان ما بيستجيبش الا وهو نضيف. فهي بتفضل تحمي الصنم وبتطلب منه ان ابنها ما يتسلقش الجبل ده تاني، وشيفا بيجي لها وبيقول لها ده مش هيجيب نتيجه ولازم تبطلي وتخليني اعمل اللي انا عايزه. ولكن الام كانت مصممه وبتروح تملى الميه، ولما رجعت لقيته بيكسر الصنم اللي متلصم على الارض، وبتروح تضربه وبتقول له حرام عليك انك بتكسر الصنم الجربان، وبتفتكر ان ابنها اتجنن. وشيفا كان بيطلع يكسر التمثال دوت علشان يشيله على كتفه بقوته الجباره ويحطه تحت الشلال علشان الصنم ينضف ويستحمى وما يحتاجش الاهالي القريه يحموه عشان تملي بيكون اقرب يا صديقي. وبعدها شيفا بيلاقي في قناع واقع قدامه من اعلى الشلال، وبيقعد يفكر القناع ده وقع من مين ومفيش حد اصلا فوق، وبيقعد يبص للقناع ده كتير وبيحط فيه رمل، وبيعرف ان القناع ده لواحده ست وبيقع في حبها على طول، وبيرجع تاني للشلال. وكان مصمم بقى المره دي انه يحقق هدفه، ولما بيروح عند الشلال وبيقعد يتخيل البت اللي كانت لابسه القناع وبيسرح في جمالها وكانها واخداه لاعلى الشلال. وبعدها بيقرر شيفا انه يرجع لوعيه، وكان بيحاول يتسلق الشلال، ولكن المره دي يا صديقي فعلا بينجح انه يوصل لقمه الشلال، وهناك بيكتشف مكان وعالم جديد. وفجاه بيسمع صوت لواحده بتزعق، وبيكتشف ان واحده جميله جدا اسمها افانتيكا بتجري من جنوب بيجروا وراها وبيطاردوها، وشيفا قرر ان هو يساعدها، بس فجاه بيقف مندهش لما شاف البت بتحارب الجنود، وبيطلع انها محاربه قويه جدا، وبيكون انها عامله فخ وجمع كل الجنود دول علشان زمايلها يقضوا عليهم بالسهام، وبتستخدم السيف بتاعها بكل مهاره علشان تقتل الجنود. وشيفا بيستخبى علشان محدش يشوفه ويعرض نفسه للخطر، وافانتيكا والمجموعه بتاعتها بيمشوا ويخشوا جوه كهف في الجبل، وبنتعرف على جايا زعيم القبيله ديت. وجايا بقاله سنين كتير بيحاول يرجع اميرته اللي اتخطفت من 25 سنه وهي محتجزه في مملكه مهاشيماتي من ساعتها، ولكن جايا حاليا معاه جيش ومحاربين اقوياء وهيساعدوه علشان يرجع الاميره. واهل القبيله بقى بيلبسوا نفس القناع الاسود اللي شيفا لقاه، والشيفا بيفهم بقى ان القناع اللي لقاه ده جاي منهم. وبنروح بعدها بقى لمملكه مهاشيماتي، وفي ضيف اسمه خان بيقدم اجدد السيوف لجنرال الجيش اللي بيكون اسمه قطابه، فقطابه بياخد منه السيف وبيجربه، وبعد ما جربه بيقول له ان السيف ده مش هيكون كويس في المعارك، والكلام ده طبعا بيعصب خان، وحراس خان بيحسوا بالاهانه وبيتحدوا قطابه في معركه مع خان، والجنرال قطابه بيقبل التحدي وبيخش في مبارزه مع خان، وفي نهايه المعركه بيقدر قطابه يكسر السيف بتاع خان ومش بيرضى يسبب له اي اذى، وخان بيحس بالاحراج وبيحس ان كان مغرور بزياده، وبيقول لقطابه انه سافر بلاد كتير بس عمره ما شاف محارب زيه، بالرغم ان قطابه كان فعلا محارب مهاري جدا، بس هو كان عبد العرش الملك لانه اجداده اقسموا ان اي حد هيكون ملك لهاشيماتا هيقدموا له الولاء والطاعه ليهم. وخان بقى عرض على قطابه ان هو يشتريه ويحرره من العبوديه، بس قطابه رفض يكسر القسم اللي اجداده قسموه، وخان بيعجب جدا بولاء قطابه ليهم. وبنروح بقى لافانتيكا اللي بتروح عند الميه وبتشوف شكلها وبتكون متضايقه ان جمالها اختفى من ساعه ما بقت محاربه، وبتحط ايديها في الميه وبتروح في النوم. وساعتها بقى جيفا بيكون تحت الميه وبيجي وبيرسم وشم على ايديها من غير ما تحس. وفي خلال ايام مملكه ماشيماتا بالكامل بتعمل احتفال بعيد ميلاد بلديف، وكل اللي في المملكه كانوا مشغولين بتحضير الحفله دي، وجاي على الناحيه التانيه كان شايف ان دي فرصه مثاليه علشان
يستعيدوا فيها الاميره، لان المملكه كلها هتكون مشغوله بالاحتفال. وبيقول انه هيختار افضل محارب عنده علشان يقوم بالمهمه دي، وبسبب مهاره افانتيكا العاليه في القتال فجايا بيختارها للمهمه دي. وبيقول لافانتيكا لازم تاخد بالها وتتجنب انها تكتشف باي ثمن، فعلشان لو اتمسكت هناك هتتعرض للتعذيب وهتموت. وبالديف ده بقى بيكون ملك ماهيشيماتي، وكان راجل قوي جدا وما عندوش اي رحمه، وعنده قوه جباره على اخضاع اي حاجه. وقوته كانت كبيره لدرجه انه دايما في مناسبه معينه بيخليه يعمل مبارزه ما بين طور ضخم جدا علشان يثبت للعالم قوته. وبيحرروا الطور وبيروح يهجم على بالديف، وبالديف بيهجم عليه وبيقدر يجيب الطور تحت منه وبيخليه يخضع له. والوزراء بيحيوا بالديف على قوته، والحراس بقى بيخشوا يربطوا الطور من تاني، ولكن الطور بيقوم ويوقع كل الحراس وبيجري ناحيه بالديف وكان هيقتله. وفي اللحظه دي كيتابا بيتدخل ويحاول يوقفه لكن بيفشل، وبياخد باله بالديف وبيطلع يجري وبينط بيدي الطور ضربه وبيخلص عليه. وبيروح بعدها لكيتابا وكان مستغرب من ولاء كيتابا الشديد، وبيقول له انا عارف انك عايز نموت بس انت مخلص ليا وكنت هتضحي بحياتك علشان توقف الطور. فبيقول له كمكافاه على اللي انت عملته اطلب اي حاجه. فكيتابا بيطلب منه ان هو يحرر ديفيسيانا اللي بقالها 25 سنه محبوسه، وديفيسيانا دي الاميره اللي جاي عايز يحررها. وبالديف بيرفض يحقق طلبه وبيقول له هتفضل محبوسه لحد ما تموت. وبعد شويه بيطلع ديفيسيانا من القفص، وابو بالديف بيقول لها يا ريت ان يكون تعذيبك مش ناقصه اي حاجه. وبالديف بيقول لها تستاهلي كل التعذيب ده علشان فضلت واحد تاني عني، بس شوفي هو فين وانا فين دلوقتي. وبيأمرها تنظف الارض كلها وتشيل الخشب منه. وبالليل بقى كيتابا بيتسلل وكان رايح يحررها، ولكن ديفيسيانا بتطلب منه ما يعملش كده تاني لانها معتقده ان ابنها حي وهيجي ويحررها. وكيتابا كان معتقد ان ابنها اصلا مات من 25 سنه، بس هي مقتنعه ان ابنها قادر يعيش وهيرجع قريب جدا وهيحررها. وبنروح بقى لافانتيكا اللي كان قدامها يومين وتروح تنفذ مهمتها، ودلوقتي كانت رايحه تصطاد مع واحده صاحبتها من القبيله. وافانتيكا بتطلع على شجره وماسكه السهم بتاعها ومستنيه اللحظه المناسبه اللي فارستها هتظهر فيها، وكانت مركزه جدا لدرجه انها ما كانتش واخده بالها ان شيفا كان موجود وراها. وشيفا بيحط على ايديها تعبان علشان يلاقيها معاه وهو يرسم على جسمها. وافانتيكا بتتخلص من التعبان وبتنزل من على الشجره وبتروح لزميلتها اللي بتاخد بالها ان في وشم تاني اترسم على دراعها. وافانتيكا كانت مستغربه وبتقول لها مين اللي عمل كده، وبتطلب من زميلتها ترجع هي للكهف وهي هتدور على الشخص اللي رسم الرسم ده. ولما بتلاقي جيفا قاعد بتهجم عليه وبتضربه بالسهام، وجيفا بيحاول يفادي كل السهام اللي بتيجي عليه، ولما بيجي يتكلم معاه هي بتفضل تهاجمه كل ما يقرب منها. فعلشان كده هو بيقرر ان هو يعمل لها فخ علشان يوقعها فيه، بس هي بنت الصيع طلعت اصيع منه وهي اللي عرفت توقعه. وبتثبته بالسيف وبتساله انت مين، فهو بيقول لها ان هو جاي من تحت الشلال. وافنتيكا بتتفاجئ وبتقول له مفيش حد يقدر يتسلق الشلال ده قبل كده. وهو بيقول لها انا برضه عايز اسالك انت مين وليه لابسه قناع المحارب ده وناسيه جمالك. وبيقول لها ان هو شافها في احلامه وهي اللي جابته لهنا. وافنتيكا بتتعصب عليه وكانت هتموته، ولكن شيفا على طول كان بيتفادى ضرباتها وبيستغل الفرصه علشان يوري افنتيكا قد ايه هي جميله، وبيقلعها لبس المحارب اللي هي لابساه، وبيستخدم النباتات دي بقى علشان يحط لها ميك اب. ولما هي بتشوف شكلها في الميه بتنبهر جدا علشان عمرها ما شافت نفسها جميله قبل كده. وبيجي لها شيفا بالقناع اللي وقع قدامه من الشلال، وبيكون القناع ده بقى بتاع افنتيكا اصلا، وهي بتصدقه لما قال لها انه تسلق الجبل بتاع الشلال. وفي ثانيه صديقي بتقع في حبه، وبيقضوا وقت طويل مع بعض وبيقعدوا يرقصوا ويغنوا. وبعدها وهم نايمين افنتيكا بتفتكر ان جه الوقت علشان تنفذ فيه المهمه بتاعتها، وبتستخدم نوع معين من النبات علشان تنيم بيها شيفا، وبتنطلق هي بقى للمهمه بتاعتها. ولكن وهي في الطريق جنود الاعداء بيمسكوها، بس شيفا بيظهر وبينقذها وبيهجم على كل الجنود وبيقدر يتغلب عليهم من غير حتى ما يكون معاه اي سلاح. ولما واحد من الجنود كان بيقرب من شيفا علشان يقتله بالسيف بيلاحظ حاجه غريبه جدا في شيفا، وبيركع بعدها وبينده عليه باسم باهوبالي. ولكن شيفا قبل ما يفهم منه اي حاجه فبيشوف جنود كتير جايين عليه، فبيقرر يهرب هو وافنتيكا ويستخدم قوته الجباره وبيحرك الصخور ده علشان يوقع الجنود اللي بيجروا وراه. وفي اللحظه دي في انهيار جليدي بيحصل في الجبل، وشيفا وافنتيكا بيستخدموا اللوح الخشبي ده وبيهربوا بيه لمكان امن. وشيفا دلوقتي كان عازم على حمايه افنتيكا وبيقرر ينفذ المهمه بدلها ويخاطر بحياته لانقاذ ديفيسينا، وبكده مش هيخاطر بحياه حبيبته. وبيروح يركب الحصان بتاعه وبيتجه لمملكه ماهيشيمات، وبينط من على السور علشان يخش المدينه. وفي نفس اليوم ده بقى كان في تمثال ذهب كبير جدا بيتحط في المدينه كتكريم يعني للملك بالديفا، والعبيد كانوا تعبانين جدا من رفع التمثال من طول وما بقوش قادرين خالص يرفعوا التمثال، وكان هيقع ويموت كل العبيد. بس شيفا بيظهر فجاه وبيمسك الحبل وبيبدا شيفا يسحب التمثال لوحده، والعبيد بينضموا ليه وبيتحمسوا وبيسحبوا التمثال كلهم. ولما واحد من العبيد بيشوف
في وشه على طول بيتعرف عليه وبيقول انه ابن الملك السابق باهوبالي، وبينتشر ما بين الناس خبر عودة الوريث الحقيقي للعرش مهاشماتي، وبيفضلوا يقولوا كلهم بصوت عالي باهوبالي. وبالديف بقى بيتضايق لما بيسمع العبيد بيندهوا على اسم باهوبالي، وبيقرر انه لازم يعرف السبب اللي خلاهم يندهوا على اسم باهوبالي. وفي الوقت ده كان شيفا دخل القلعة ولبس لبس الحراس وماشي وسطهم عادي وكأنه واحد منهم، والحراس ساعتها كانوا رايحين لأوضة بالديف، وبالديف كان بيستجوبهم وبيقول له مين اللي نطق باسم باهوبالي الاول. وشيفا بيطلع من وسطهم وبيقول انا عارف مين، ولكن وهو طالع بيوقع النار على الستاره بيعمل حريقه في المكان، ولكن بالديف بيبص في عينه قبل ما يختفي وبيؤمر الحراس انهم يجيبوا له الشخص ده عايش. وشيفا كان نازل من القلعه وتحت كانت ديفيسينا مربوطه، ولما ديفيسينا شافته بتحس بالسعاده وبتقول انها كانت متاكده انك انت لسه عايش. وشيفا بقى ما بيكونش فاهم اي حاجه وهي تقصد ايه، علشان هو ما كانش يعرف ان دي امه الحقيقيه. والجنود بيوصلوا وبيهجموا على شيفا، بس شيفا كان عنده قوه جباره وبيقدر لوحده يهزم كل الجنود. وكتابة بيعرف باللي بيحصل وبيأمر رجالته انهم ينصبوا كمين في الغابه. وشيفا بقى بيروح بعدها ينقذ ديفيسينا وبياخدها على العربيه وبيهرب، وجرس الانذار بقى بيشتغل والحراس بترمي عليه كرات من نار. بس الحاجات دي يا صديقي ما بتشغلش معاه ولا بتعطله، وبيكمل في طريقه وبيتفاجئ بكمين اللي اتعمل في الغابه وبيقع في بركه من الطين. وبعدها بقى الحراس بيضربوه على دماغه بالشجره، وشيفا بيغمى عليه كام ثانيه كده وبيفوق من تاني على واحد ماسك ديفيسينا وهي ما كانتش قادره تدافع عن نفسها، وده بيعصبه جدا وبيروح يهجم على كل الجنود بكل قوته وبيصد اي حد بيضربه بالسيف، وبيقف ثابت في المعركه وبيكسر عظم اي حد بيتجرأ يقف قصاده بما فيهم بقى بيدور والاخ الاصغر للملك. وشيفا كان على وشك ان هو يقتله، بس كتابة بيظهر وبيهجم عليه لان كتابة ده من واجبه ان هو يحمي العائله الملكيه باي ثمن. وبيقول كتابة علشان اي حد يقتل الامير بيدرو فهو لازم يقتلني انا الاول. وشيفا بالفعل بيقدر يهزم كتابة وراح يحارب بيدرو، ولكن كتابة بيظهر تاني وبيضربه على دماغه. وساعتها افانتيكا وعشيرتها بيظهروا، وجايا بيفرح لما بيشوف ديفيسينا من تاني، ولكن بيوصل جيش كبير جدا بحراس الملك بالديفا. فقبيله جايا بيخش في حرب مع حراس الملك، وفجأة بتظهر القبيله بتاعت شيفا اللي كان عايش فيها تحت الشلال. وسانجا كانت عايزه تروح تنقذ ابنها، وكتابة ساعتها بينده على الحصان بتاعه علشان كتابة يحصل على السيف، ولكن شيفا بيجري اسرع من كتابة وبيحصل هو على السيف الاول. وشيفا بيستخدم السيف وبيقطع راس بيدرو، وكتابة بيتضايق لانه فشل ينفذ القسم بتاع عيلته. وفي واحد من الجنود بيحدف له رمح وكتابة بيمسكه وكان رايح يقتل شيفا. وفي الوقت ده المطر بينضف وش شيفا وبيشيل الطينه اللي على وشه، وكتابة بيقف في مكانه لما بيقرب منه وبيشوف وشه وبيرمي سلاحه وبيركع قدام شيفا وبيتعرف على شكله وبيقول ابن الملك السابق باهوبالي. وفي اللحظه دي كل حراس الملك بيتعرفوا عليه وبيركعوا لان شيفا هو الوريث الشرعي للعرش. وتاني يوم الصبح كتابة بيكشف لشيفا قصته الحقيقيه وازاي انتهى بالامر في القريه اللي تحت الشلال. والقصه بتبدا بقى يا صديقي من 50 سنه لما جد شيفا اللي اسمه فيكار انشا مملكه مهاشماتي، وعلشان فيكار كبير في السن فكان المفروض يولي العرش لحد، بس اخوه بياجي ما تولاش هو العرش لانه كان متاخر ذهنيا ومعاق حرفيا. وفي يوم الملك فيكار مات وساب وراه مملكه مزدهره وناس بتحبه، ومراته كانت حامل في الشهر السادس، فعلشان كده مرات اخوه بيجا اللي هو متاخر ذهنيا هي اللي هتمسك العرش مؤقتا وبيكون اسمها سيفا. ودي بقى يا صديقي هتكون الملكه الجديده مؤقتا، ودي بتكون شخصيتها قويه جدا وكانت عارفه تدير المملكه، والشعب عاش في نعيم في حكمها، وكانت عارفه ان مملكتها معرضه للخطر ووارد يحصل عليها انقلاب باي وقت علشان ما كانش في راجل مناسب يحتل العرش. وبعد 3 شهور مرات الملك السابق خلفت، لكن بعد ما خلفت ماتت على طول، فعلشان كده سيفا اتبنت الطفل دوت وسمته باهوبالي. وبعدها حصل اللي الملكه سيفا كانت متوقعاه، وجي واحد من العيله الملكيه واسمه ماريندا حاول بكل الطرق انه ينصب نفسه الملك، ولكن اللي محدش كان متوقعه ان سيفا كانت عامله حسابها للحظه دي واستعانت بكتابة علشان يقضي على كل المتمردين، وبنفسها قتلت مارتاندا ورجعت من تاني لكرسي عرش المملكه. وجوزها بياجا كان فرحان جدا ان ابنه الرضيع هيكون الملك لما يكبر، بس سيفا كان لها راي تاني وقالت ان ابنها بالديف وباهوبالي يعتبروا خلفاء للمملكه وهما الاتنين هيتربوا سوا زي الاخوات، وقالت ان اللي هيثبت فيهم اكتر قوه وحكمه هيصبح هو الملك. وبعد مرور السنين هما الاتنين كبروا ويتربوا مع بعض وحصلوا على نفس الحب والحنيه والرعايه من الملكه سيفا، والاتنين كان عندهم نفس مهاره القتال الفتاكه، بس باهوبالي كان متميز بالتواضع مع شعبه وكل الشعب كان بيحبه. وفي يوم باهوبالي مرضاش ياكل من اكل العيله الملكيه ونزل ياكل مع الجنود بتوع الجيش، وبالرغم انه كان عارف ان الاكل بتاع الجيش مش زي الاكل الملكي. ولما بيكبر بقى باهوبالي بيصبح محارب فتاك
فتاك، وبلديف كمان اثبت ان هو محارب قوي جدا. وبعد ما دخلوا في عده اختبارات وكانت النتيجه ان هما الاثنين نجحوا في التدريب وكانوا هما الاثنين متساويين في نفس المهاره، فالاختيار بقى على سيفا كان صعب جدا عن اللي هيكون هو الملك. ولكن بقى بتحصل مشكله في المملكه وبيكون في واحد اسمه ساقا قتل الحراس وسرق اسرار وخطط جيش مهيشيماتي في الحرب وخد الاوراق دي وهرب. والملكه بعتت الاميرين بلديف وباهوبالي وراه علشان يقتلوا ساقا ويستعدوا الاوراق، وبالفعل قلبوا المملكه عليه وقدروا يوصلوا له. لكن ساقا في نفس الوقت ده بعت الاوراق بالحمام الزاجل للعدو، ولما لقى نفسه متحاصر من الاميرين قال نط اموت احسن ما اتعذب قبل ما اموت، فبينط من فوق الجبل وباهوبالي كمان نط وراه وكان واثق ان بلديف اخوه هو هيسحبهم بالحبل هما الاثنين. ولكن بلديف شاف ان دي الفرصه المناسبه علشان يتخلص من باهوبالي ويبقى هو الوريث الوحيد للعرش، وقال يسيب الحبل وباهوبالي يموت. ولكن لحسن الحظ الحبل شبك في الصخره، فبلديف بقى بيسحب السيف وراح علشان يقطع الحبل، ولكن كطبه والجيش كانوا وصلوا، فبلديف بقى مجبر ان هو يسحب الحبل وينقذ اخوه. بعد ما قبض على ساقا وساقا اعترف بكل حاجه وقال ان بقى عصر جيش مهيشيماتي لملك اسمه كايا، وكايا ده كان ملك شرير جدا وعنده النيه ان هو يحتل مملكه مهيشيماتا، ولو فعلا عمل كده فكل النساء والاطفال في مملكه مهيشيماتا هيتقتلوا. والمشكله الاكبر ان كايا عنده جيش كبير جدا اكبر من جيش مهيشيماتي ب4 اضعاف، وده بيديله ميزه كبيره جدا بالفوز في الحرب. وبما ان بقى كايا حصل كمان على اسرار والاستراتيجيات جيش مهيشيماتي في الحرب فكده كده هيكسب. فباهوبالي بيقترح انهم بقى يطبقوا استراتيجيه جديده مش موجوده غير في كتب الخيال ومحدش طبقها على ارض الواقع قبل كده. والخطه كانت ان كطبه هيكون معاه 5000 جندي علشان يحموا مدخل المملكه ويحموا نفسهم بجدار عازل، وبلديف هيهجم من الشمال ب10000 جندي، وباهوبالي برضه هيهجم من الجنوب ب10000 جندي، وساعتها جيش كايا هيضعف لانه هيتفرق. وبعدها باجايا بيقترح ان الامير اللي هيقتل كايا هيكون الملك، وسيفا طبعا بيتوافق على الفكره دي. وبيجي يوم المعركه الكبرى وسيفا والامراء بيحاولوا يفاوضوا مع كايا وبيقولوا يرجع وينهي الحرب، لكن كايا بيرفض ان هو يتفاوض وبيقول ان بعد ما يكسب الحرب دي انه هيخلف عيل منها وهيخليه هو ملك المملكه. فسيفا طبعا بتتجنن لما بتسمع الكلام ده وبتؤمر بقى ان الراجل ده يجيلها ويتقطع ايديه ورجليه وبعدها يجي تحت رجلها عايش. وبتبدا بقى بعدها المعركه وبيلديف ورجالته بيضربوا بالسهام على جيش كايا وقدروا يقضوا على مئات من الجنود. لكن بقى باهوبالي بينفذ هجوم الاول وبيستخدم قماش ضخم جدا وبيرميه على جيش العدو، وبيكون القماش ده مبلول بمواد قابله للاشتعال، وبيضرب باهوبالي بسهم مولع على القماش وجنود الاعداء بيموتوا محروقين وكلهم بيتفاجئوا من خطه باهوبالي العبقريه. ومجموعه تاني من جيش كايا بيروحوا يهجموا على جيش كطابه وبيتصدوا لهم بالجدار اللي كطابه عامله بكل جداره، وبيحاول جيش كايا يوقع الجدار ولكن كطابه ورجالته كانوا بيقاوموه بشجاعه. وبعدها على طول الاميرين نزلوا ارض المعركه وبيقتلوا بايديهم وبيمهدوا لنفسهم الطريق علشان يوصلوا للملك كايا. وباهوبالي بيتقدم على حصانه ومعاه رمحين وبيزعل بيهم اي حد يقف في سكته. وعلى الناحيه الثانيه بلديف بيتقدم بآلة حربيه بتخرط اي حد بيجي على السكه، واللي بيجي على السكه بينزل تحت الدكه. وده لان بلديف تلقى معدات حربيه اكتر من باهوبالي، وده بسبب بقى باجا ابوه اللي فضل ابنه واداله معدات اكتر، وباهوبالي ولا بيشغله وبيستخدم السيف والرمح بس علشان يوصل للملك كايا. ولكن بلديف بيكون هو الاقرب لكايا، وكايا بيستخدم الناس الضعفاء درع علشان يحمي نفسه. ولكن بلديف مش بيهمه ولا بيفرق مع الناس وبيخش يشرح فيهم ولا همه. وسيفا طبعا بتتعصب من اللي عمله ده وكانت مستنيه تشوف باهوبالي هيعمل ايه. وباهوبالي رفض يقتل ناس بريئه وامر رجالته انهم يستخدموا ادوات بدائيه ويربطوا بيها الناس البريئه، وده هيخليهم ينزلوا على الارض. وفعلا الناس كلها بيقعوا على الارض وباهوبالي بيأمر الجنود اطلاق السهام على الاعداء. ولكن في نفس الوقت ده كان لسه جيش كايا بيهاجم على الجدار بتاع كطابه ويستخدموا الدروع والاشجار وقدروا يعملوا فجوه في الجدار وشقوا طريقهم ويدخلوا يحاربوا جيش كطابه الصغير. ودخل من بعدها الغزو للمدينه. وكمان جيش كايا رفع العلم بتاعه في مملكه مهيشيماتي، والوزراء بيحسوا باليأس ويفتكروا انهم بيخسروا. وساعتها باهوبالي بيأمر رجالته انهم يرجعوا ويدافعوا عن المملكه وبيديهم خطاب حماسي كده وبيفكرهم بقى هم بيقاتلوا علشان مين وايه اللي هيحصل لو كايا اللي كسب الحرب. وكلام باهوبالي اثر في المحاربين وحفزهم، وعلشان كده بيكملوا في المعركه وبيرجعوا يدافعوا عن المملكه. وبالفعل باهوبالي ورجالته بيدافعوا عن المملكه بكل نجاح وبيقاتلوا جيش كايا. وبعدها باهوبالي بينطلق تاني في اتجاه الملك كايا، وبلديف بقى لما بيشوفه جاي من ورا بينطلق باقصى سرعته علشان يقتل هو كايا الاول. افرح يا كايا، بيكون في سباق على قتلك يا ابن المنحوسه. ولما بيقرب بلديف من كايا بيقدر يوقعه من على عربيته، وبلديف بقى بيقوم يهاجم الفيل اللي كايا راكبه، وكايا بينزل على وشه وبيقع على الارض وبيخشوا هما الاتنين في مبارزه شرسه جدا. وباهوبالي بيكون وصل علشان يساعد اخوه، بس كايا بيرمي عليه عدد كبير من الجنود بتوعه. بس على مين يا حماده، ولا الكلام ده بيشغل مع باهوبالي وبيطيرهم كلهم في الجو وبيخرج تمثال الاسد اللي كان في عربيه بلديف
بلديف وبيهجم بيه على قايا وبينزل عليه ضربات قويه جدا، وجنود قايا لما بيشوفوا الملك بتاعهم بيخسر بيقرروا انهم ينسحبوا. هو باهوبالي بقى كان على وشك انه يقتل قايا، ولكن بلديف بيسبقه وبيقتل هو قايا، وعلى طول ابو بيجايا بيحتفل علشان ابنه كده هو اللي هيكون الملك. وباهوبالي بقى بروح اخوه بيفرح لاخوه بيقول له مبروك عليك يا شيخ هتبقى الملك. وفي ناس كتير بقى بيكون متضايقه لان باهوبالي هو اللي يستحق، وعلى عكس التوقعات بقى سيفا بتفاجئ الجميع وبتعين بقى بلديف قائد للجيش، وباهوبالي هيتتوج كملك للمملكه. وبيجا بقى بيتعصب بيقول لها ليه عملت كده؟ بلديف هو اللي قتل قايا. بس سيفا قالت ان الملك مش بيكون ملك بعدد الناس اللي قتلها، لكن بعدد الناس اللي دافع عنهم وانقذهم، وده على عكس تماما اللي عمله بلديف. اما بقى باهوبالي انقذ الجنود وانقذ كمان الرهاين اللي كانت عند العدو، فعلشان كده باهوبالي هو اللي يستحق ان هو يقود المملكه. وساعتها بقى يا الصديق الكل بيحتفل بالقرار ده وبيقدموا ولائهم الكامل للملك الجديد. وبنرجع بقى للوقت الحاضر وشيفا بقى بيبقى ابن باهوبالي وده بيخليه الوريث الشرعي للعرش. فشيفا بقى بيسأل قطابة وبيقول له طالما ابويا كده فتاك وجامد اخر حاجه ازاي مات؟ فقطابة بقى بيفاجئه بيقول له ان ابوه مات غدر وانا بقى اللي قتلته بايدي. وهنا بقى الصديقي بيخلص الجزء الاول من العظمه بتاعتنا. لو محتاج الجزء الثاني ما تنساش تخبط لي في كومنت، ولو مش مشترك في القناه انزل اشترك وفعل زر الجرس علشان توصل لك العظمه. ويلا سلام.